الأستاذ بشير نمري، أهلا بك. أهلا فيك. أنت مصور تلفزيوني صحيح. والآن أنت تتصور أمام الكاميرا اليوم. يعني الكاميرا بتصور وأنت واقف وراها. شو فن التصوير التلفزيوني مع عدم المؤاخذة؟ فن التصوير هو يعني مجالاته كثيرة، وخليني بلش أول شيء أتشكرك على الاستضافة، العفو. وخليني أقول لك إنه الوقفة ورا الكاميرا بعض الأحيان فيها نفس الرهبة إنك تكون قدامها، يعني مش هين توقف ورا كاميرا وتشتغل شو وتصور. بتعمل؟ شو بتصور أنت؟ هلا اليوم شوي بتركز الكاميرا على الضيف وبتنام؟ مش صحيح أبدا. طيب شو بتعمل؟ رح أقول لك ليش. لأنه أول شيء تصوير إذا كان باستوديو بكون في أكثر من كاميرا، ما بتكون كاميرا واحدة. أها. المخرج بكون عم يتحدث مع المصورين لحتى يعطوه اللقطات يلي بحاجة تطلع على الهواء. بس المصور بنفس الوقت هو عين المخرج على الست. يعني إذا صار أي شيء على الست حدا تحرك أو غير قعدته، المصور دغري تلقائيا بده يغير لحتى يعطي المخرج الصورة الأفضل تطلع للمشاهد. بعدين بدك تلحق الضيف، يعني في ضيوف تتحرك كتير، في مذيعين بيتحركوا. الكاميرا مش بس هي ثابته، بالعكس هي فيها حركه وفيها فوكس وفيها زوم. يعني بعض الاحيان بتقرب الصوره. هذا شغلك؟ هذا شغل المصور بالاستوديو. نعم. هذا بشوف كاميرات روبوت بتتحرك لحالها بالاستوديو. هلا فاتت المنافسه. نعم. هلا الروبوتك سيستم برضه له مهارات، لانه في شخص بده يحرك 4 كاميرات مع المخرج. فبيعمل لها سيت اب للكاميرا لحتى تاخذ الكادرات اللي هو بحاجه لها. بس كمان في شغله بدي اقول لك عنها، انه انا كمان مدير تصوير مش بس كمصور. وهون بتصعب عليك شوي الشغله لما تطلع تصور برا. بكون معك اضاءه اكثر، بكون معك فريق اكبر، وبكون بحاجه انك تطلع مود معين، يعني جو معين بالتصوير لحتى المشاهد يحضره ويشوفه بشكل حلو. انا بشوف احيانا بدهم يصوروا مع الوزير ولا المسؤول 30 ثانيه او كثير صعب دقيقه. هالشيء. صحيح. بينفقوا نص ساعه ويمكن ساعه للاضاءه بس. صحيح. شو اهميه الاضاءه؟ الإضاءة وخاصة مع الكاميرات الجديدة التقنية عليت، الجودة تبع الصورة عليت، يعني الكواليتي صارت تفضح كل تفاصيل البشرة وتفاصيل اللبس والتفاصيل تبع الشخص. فأنت الإضاءة إذا مش مزبوطة بصير بنسميه ووش أوت، يعني بصير الشخص مش مبين ملامحه صح. بتصير الصورة محروقة، يعني بتبطل تقشع التفاصيل. وبالحياة العادة إذا عم تطلع بتلاقي أنت مثلا الخلفية تبع أي شيء عم بتشوفه مختلفة كإضاءة عن الشيء الأساسي. فاليوم أنت بدك تجرب تطبق هذا الشيء كمان على الكاميرا، والعين بتقشع أحلى من الكاميرا. فبتصعب المهمة إنك أنت تقدر تعطي إضاءة صحيحة وكأنك بالمكان الصحيح بين الخلفية وبين الشخص اللي عم يحكي. كيف يعني بين الخلفية وكيف؟ أوكي يعني؟ في شيء اسمه دايناميك رينج اللي هو كيف بالعربي؟ بالعين بتقشع 30 درجة دايناميك رينج. شو يعني؟ يلي هو بتاخد صورة على نوع إضاءة محدد إذا ورا الضوء كتير قوي، وبتاخد صورة على اللي قدام على صورة على نوع إضاءة أخف، وبتدمجهم مع بعض. تطلع صورتك صح. إذا عم تطلع فيه وفي شمس وراي ما بتحس فيه غلط. الكاميرا ما بتقشع هيك. الكاميرا بحاجة تعدل الضوء على الشخص إذا في ضوء ورا، لحتى ما يكون في يا ورا محروق يا هو معتم أو العكس. فهون بتصعب مهمة المدير يعني الإضاءة. بتحاولوا تقلدوا العين البشرية قدر صحيح. الإمكان. وطبعا ما بننجح، ولكن بنجرب قدر المستطاع. كيف بديت مهنتك؟ هذا سؤال كتير حلو. أنا جدي وستي الله يرحمهم كانوا ممثلين بلبنان. وأنا والدي مخرج وعمتي ممثلة، فنحن أصلا بالبيت عن هذا الجو. لأن خيي راح على الرسم، أنا رحت على التصوير. كنت أطلع مع تيتا أو مع البابا على التلفزيون، انبهر بالإضاءة بالاستوديو بالكاميرات. حسيت أنه أنا هذا الشيء بيشبهني. ولازم تعرف شغلة أستاذ عارف، أنه المصور أو حتى الإضاءة والصوت والمخرج هيدي موهبة، إذا ما عندك إياها وبتحبها ما بتنجح فيها. بتتعلم تقنيات، بتتعلم بعض التكنيكات لتسهل لك أمورك بالشغل. بس العين إنك تقشع تكوين صورة أو تعمل جو معين بالتصوير أو حركة الكاميرا، إذا ما عندك هالمشاعر الحلوة مع الكاميرا ما بتتحرك الصورة صح. فحسيت حالي قريب من هيدا الجو وبلشت شوي شوي اطلع معهم اكثر على التي في. قلت انا بدي اكمل بالتصوير. هذه مهنة طويلة وشاقة وحلوة وجميلة. جميلة. بدك تكون فنان وبتخلق معك. ما حدا بيقدر يعلمك التصوير، بعلموك تقنيات التصوير، اما تكوين الصورة والاحساس اللي عندك هذا بيجي معك. الشغف. الأستاذ بشير نمري، شكرا كتير. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك. يعطيك العافية.